بصوا صينية الجلاش القمر دي، يلا مع بعض هنعملها يا جماعة. ده فطير مش جلاش، اقسم بالله حاجة كده روعة بجد، والطريقة طراوة مش طبيعية بجد. هتجربوها وان شاء الله هتعجبكم. بصوا عامل ازاي فطير. يلا نشوف مع بعض هتتعمل ازاي. طعامة. يلا هنسمي بسم الله، ومعانا طاسة على النار هنسخنها كويس جدا، وهننزل فيها بشوية زبدة كده كويسين، وكمان شوية من الزيت. هنسيبهم يسخنوا طبعا كويس قوي قوي اهو. وبعد كده هنزل فيهم ببصلة كبيرة متقطعة صغير جدا جدا زي ما انتم شايفين كده اهوت. هبدأ ان انا اشوح فيها. وبعد كده نزلت بصدرين فراخ متقطعين كده شرايح بس رفيعة قوي قوي، مش زي الشاورما، اقصر من الشاورما شوية، وفي نفس الوقت رقيقة جدا. هبدأ ان انا اقلب فيها كده اهوت لحد بس ما ايه ما تشرب ميتها وتغير لونها زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. وهنزل عليها بفص واحد بس من الثوم، وهبتدي ان انا اقلبه معاها. ما تنسوش اللايك والشير يا جماعه، لايك وشير ومتابعه واشتراك على اليوتيوب، ظبطوني كده. وكمان نزلت هنا بقى بقرن فلفل رومي وقرن فلفل حامي وبسبع بهارات، وكمان نص معلقه من البابريكا ونص معلقه من الكزبره الناشفه اهو بالشكل ده. هنعمل بقى الجلاش. جبت صينيه اي مقاس انتي عايزاه، طبعا كل ده على حسب الكميات. وابتديت ان انا ادهنها كويس قوي قوي من تحت كده بالسمنه على الزبده. وبعدين هبتدي ان انا ارص فيها ورق الجلاش. انا حطيت من تحت حوالي 6 طبقات، وكمان من فوق هحط زيهم. نسيت اقول لكم الفراخ بعد ما بردت قطعت عليها كده شويه من الزيتون. تمام. وهبدأ ان انا ادهن بين كل طبقتين، يعني ورقتين، 6 طبقات كل طبقة فيها ورقتين. هدهن بين كل 2 او بين كل طبقة سمنة، واحط اللي بعدها وهكذا بالشكل دوت اهو زي ما انتم شايفين كده. وحطوا سمنة يا جماعة متستخسروش. تمام. بعد كده بقى بعد ما هخلص كل الطبقات اللي تحت، هبتدي ان انا انزل الفراخ بتاعتي وافردها كده اهوت في الصينيه، اسويها يعني زي ما انتم شايفين كده. وابتدي ان انا احط عليها بقى ايه شويه جبنه موتزاريلا كده، دلعوا بقى الصينيه بالشكل دوت كده. وهقوم حاطه الطبقات بتاعه الوش، وهحطها في الفرن تتحمر من تحت، واطلعها اسقيها بالحليب. انا دي مش حاطه فيها بيض بصراحه، انا سقيتها بالحليب بس. بعد كده حطيت عليها برضو على الوش جبنه موتزاريلا ورشه كده من الزعتر المجفف او الروزماري المجفف، بتدي شكل برضو تحفه. ودخلتها الفرن تاني وبألف هنا وشفا.